هنا التاريخ حبايبي. أكثر من سؤال جايين يا سادة، بقول لك لماذا سميت مصر بأم الدنيا؟ في تفسير ابن كثير قال سميت مصر بأم الدنيا نسبة للسيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل أبو العرب، عرب الحجاز. بالمناسبة هو أول من تكلم اللغة العربية الفصحى، لكن في علماء اختلفوا معاه ولا لا. سميت مصر بأم الدنيا لسببين وليس سبب واحد. السبب الأول اللي ذكر ابن كثير نسبة للسيدة هاجر، والسبب الثاني قال لك على أيام سيدنا يوسف والسبع سنين العجاف فمصر أطعمت العالم كله فسميت مصر بأم الدنيا. لكن اليوم أنا هختلف مع العلماء وهختلف مع ابن كثير، وحقول إن سميت مصر بأم الدنيا لعدة أسباب، مش سبب أو اثنين. أنتوا عاوزين بلد ربنا تجلى عليها من فوق 7 سماوات، والتين والزيتون وطور سنين، ما تتسماش بأم الدنيا. عاوزين بلد ربنا ذكرها في القرآن الكريم باسم مصر صراحة، ما تتسماش بأم الدنيا. الدولة الوحيدة اللي اسمها ثابت ما تغيرش على مدار السنين هي مصر، ما تتسماش بأم الدنيا. عاوزين بلد مشى فيها الخليل